خطوة بسيطة وإجراء بسيط جدا بيفصل النيابة العامة عن التحقيقات مع الفنانة وفاء. رغم البرومة جامدة اللي انتوا شفتوها، رغم الأدلة كلها اللي طلعت، اللي هي أكترهم يمكن قصة إبراهيم شيكا وقصص كتير، بس هي كانت أقواهم إبراهيم شيكا. خطوة بسيطة هي اللي بتفصلها عن التحقيقات مع الفنانة وفاء للأسف، رغم اللي انتوا شفتوه ده كله. الحلقة دي هتتفاجئوا من اللي انتوا هتسمعوه فيها، تمام؟ لان فيها كوارث، فيها صدمات، انتوا ذات نفسكم هتطلعوا من الحلقه دي انتوا فاهمين كل شيء. طالبه منكم كوبايه شاي الحلوه بتاعتكم واقعدوا اسمعوا كده ايه اللي حصل وايه الخطوه البسيطه اللي بتفصلنا، وايه الكواليس، وايه الظاهر وايه الباطن في القصه دي، لان الحلقه دي مليانه مفاجآت وبصراحه صدمات. لان هبه الترك لوحدها وراها 100 مصيبه، الدعايه وسام ورا 1000 مصيبه، والحاجات دي بالادله. اللي يعني الكلام اللي انا هقوله ده مش جايباه من فراغ، الكلام ده من الادله. وخليكوا واثقين ان مفيش دخان من غير نار. مش اذ فجاه تطلع مروه بنت مبارك تقول الكلام ده، بعد كده نكتشف ان الدعايه وسام بيخش لايفات هبه الترك وبيعت لها بالربع مليون ونص مليون، تمام؟ وكل ده يطلع صدفه. وفاء عامر تطلع تقول اللي هيجي جنب هبه الترك هيبقى احسبه معايا انا شخصيا، وصدفه. مفيش حاجه صدفه، ده ربنا بعت لنا اشارات قويه جدا. بالنسبه للسؤال اللي بتساله كتير جدا، طب ما وفاء عامر رفعت قضيه على مروه بنت مبارك، احب اقول لك ان وفاء عامر ما خطتش خطوه في الموضوع ده. اللي رفعت القضيه دي نقابه الممثلين. يعني لو على وفاء، الفنانه وفاء اصلا ما كانتش هترفع قضيه. اللي رفعت القضيه دي نقابه الممثلين. اظن كده الموضوع واضح لكم. خليكم عارفين ان مروه بنت مبارك بتتحاكم دلوقتي بقضيه واحده بس، هي قضيه اللي رفعتها نقابه الممثلين. يعني الكلام اللي قالته على المساجده، ام مكه، على هبه التركي، ابراهيم شيخ، الناس دي كلها ما رفعتش قواضي عليها. يلا نخش نشوف الصدمات بقى القويه اللي انتوا هتسمعوها في الحلقه. واهلا بيكم على قناه العرب في حلقه جديده من قناه الراي العام، وبالاخص قضيه بنت مبارك ومشتملاتها. لان قضيه مروه بنت مبارك مشتمل منها كذا قضيه. يعني اول قضيه هي ذات نفسها مروه، قضيه النسب، مشتمل منها اعضاء، والاعضاء نازل منها ممثلين ودكاتره ومشهورين. غسيل اموال ودول نازل منهم كده قضيه التيك توكر. فيعني دي اسهم متفرعه شغالين في كل المجالات. وعشان بس اوضح واكون دقيقه معاكم اكتر، ان غسيل الاموال مش بس فلوس تجاره اعضاء، غسيل الاموال فلوس ارهابيين، فلوس مخدرات، فلوس سلاح، فلوس هجره غير شرعيه، فلوس كل اللي بيأذوا ولادكم وشبابكم، فلوس تجاره في البنات، الرقيق الابيض. يعني عايزه اقول لكم ان كل شيء دي فلوسه، كل شيء يضر بلدكم وبناتكم وولادكم دي فلوسه. بس هم عشان يدخلوها ويستمتعوا بيها على دم ولادكم بيستخدموا التيك توكر دول عشان يعملوا غسيل اموال. فاوعوا تستهونوا بكلمه غسيل اموال، لان في ناس بتكتب لي ما ناس غلابه وما صدقوا يبقى معاهم فلوس، ما نسيبوهم ياكلوا عيش. ايه يعني غسيل اموال؟ غسيل اموال ده دي اكبر نقمه احنا ممكن نتعرض ليها، واكبر امتحان من ربنا لينا. لان انا مش هقولك مثلا دي فلوس مخدرات بس، مش هقولك مثلا دي فلوس مش كويسه وخلاص، لا، انا عايزاك تحطه تحت غسيل اموال تجاره اعضاء، الاتجار بالبنات الصغيره، الدعاره، المخدرات، السلاح، الارهاب، الداعشيين، ايه تاني انا ما قلتلوش، الايس اللي حضراتكم دلوقتي بتتاذوا منه كتير دلوقتي في مجتمعنا، المخدر بتاع البنات اللي بيخليهم يغيبوا عن وعي. حطوا كل ده تحت كلمه غسيل اموال. فبلاش الاستهانه. نخش في موضوع الحلقه الاساسي، تمام؟ لان موضوع الحلقه الاساسي مهم جدا. عندي سؤال، ربنا يعافيكم ويبعد عنكم كل حاجه وحشه. زوجه جوزها عنده
كانسر في المستقيم، وهم معهمش فلوس، لان هم اصلا كان قبل كده معهمش فلوس وكانوا عايشين في شقه ايجار، والمسكنات بتاعه المرض دي غاليه جدا، وعلاج المرض ده غالي جدا. في ناس كتيره كان اقاربهم ومروا بالتجارب دي وعارفين كويس انا بقول ايه. وهم معهمش، ما عندهمش معاش، ما عندهمش حاجه تامن لهم مستوى معيشه كويس. ساعات كانت البيت في شهور بتنقص عليه من الايجار ما بيلاقوش يدفعوه، وحضرتك كنت بتودي جوزك المستشفى وتنزلي تشتغلي عشان تأمني 2000 جنيه عشان تاكلي وتشربي بيهم طول الشهر. تقدري تقولي لي انت جبتي منين مقبرة او مقابر ب 350 الف جنيه؟ يعني انت كنت بتستلفي 2000 جنيه عشان تأكلي اولادك، اذ فجأة انت جبتي مقبرة ب 350 جنيه. طيب ده سؤال التاني، تمام؟ دلوقتي انت محتاجة كل جنيه عشان علاج جوزك، لان انت دخلتي في الاقدار، عرفتي ان هو هيموت، لا، فهتعملي كل شيء في استطاعتك عشان ربنا يشفي، كعلاج وكاكل وكشرب وككل شيء. وانت بالذات كنت بتقولي انا مش لاقيه وجوزك كان لسه عايش، هل هتروحي تاخدي ال 350 تشتري بيهم مقابر، ولا هتسيبيهم لعلاج جوزك وتامني لجوزك ولولادك عيشه كريمه؟ ايه الاولى؟ ولا حضرتك اشتريتيها علشان محدش يعرف اللي انتوا عملتوه؟ طيب بشكل مبسط اكتر، عشان حد هيقول لي ايه طب ما فيها ايه، امال هتدفنوا فين؟ في الصدقه؟ هقول لك لا، مش في الصدقه. اهلها واهله عندهم مقابر. لو الموضوع عنده مش عايزه تدفن زوجها في مقابر اهله، لان هم كمان بعاد عليها قوي، فمش عشان كل ما تضطر تروح تشوف جوزها او تزوره تضطر تسافر، هتدفنه مع اهلها بكل بساطه. اللي يخليها وجوزها على قيد الحياه تاخد 350 الف جنيه تشتري مقابر؟ ولا دعايه وسام هو اللي اشتراها لك عشان يبقى اخد اعضائه وامن نفسه لمدى الحياه؟ ولا مثلا السمسره اللي انت شغاله تحت ايديها اشتريتها عشان جوزك يدفن فيها، ولما ياخدوا عضو من حد تاني برضو يدفن فيها؟ عارفين انا حاسه ان انا بتكلم على عصابه من شيكاغو، مش في مصر ابدا بجد والله. يعني حاسه ان انا دلوقتي بتفرج على فيلم امريكي، مش عارفه، يعني حاجه صعبه قوي بجد. بكل بساطه الست دي كانت حياتهم معدومه، ده على كلامها هي على فكره، وان هما صاحب البيت كان بيتصل بيهم كتير قوي عشان في شهور ما بيلاقوش يدفعوا فيها ايجار البيت، واتكسر عليهم كذا شهر وعليهم كان مبلغ قوي. فجاه تطلع في اللايف تقول لك بتعيط انا مش لاقيه تمن جلسه الكيماوي اللي هياخدها جوزي، وهو يطلع يبكي انا معيش حق حتى المواصلات اللي هروح بيها المستشفى. تجري الفنانه وفاء يا حبيبي ما تشغلش بالك انا هدفع لك، وكان على طول يقولوا معيش معيش معيش. فجاه قبل موت شيكا وهو على كده الحياه مراته راحت اشترت مقابر ب 350 الف جنيه. اولا لو انت ست ماديه هتقولي طب ما انا اولى اخلي الفلوس دي لولادي حتى لو جوزي حصل له حاجه امنهم بيهم. لو انت ست بالماديه بتفكري في نفسك وولادك بس. طب لو انت ست فعلا بتحبي جوزك زي ما انت كنت بتصوره وبتصوري لنا وبتبيني لنا الكلام ده، هتعملي ايه؟ هتقولي طب ما انا بدل ما اشتري مقابر وانا جوزي لسه على قيد الحياه، انا كده اكني عارفه ان هو هيموت خلاص، ده انا عندي يقين ان هو هيموت واحنا ما دخلناش في علم الاقدار ولا الغيب. هتقولي طب ما انا اخلي 350 الف معايا دول، تمام، اعالج بيهم جوزي عشان جلسات الكيماوي اللي ساعات ما بلاقيش ايه تمنها. طب اديكم المفاجاه الاكبر، ان اسره شيكا لحد الان ما تعرفش ابنهم مدفون فين، وكل ما يسالوا هبه ترك هو ابننا مدفون فين بتتهرب من السؤال. طب هو انت بتتهربي ليه؟ هو حد هيخش جوه مثلا يكشف على جنب شيكا ولا حاجه؟ ليه حاسه والله اعلم ان الموضوع اكبر من كبد او كلى؟ ليه حاسه ان الموضوع اقوى من كده بكتير؟ الخطوه الوحيده اللي بتفصل الفنانه الوفاء على التحقيقات
هو الموافقة عن استخراج جثمان ابراهيم شيكا. ومفيش حاجة اسمها النيابة تستخرجه عافية، لازم يكون في دليل يا اساتذة. يا اما اسرة شيكا توافق على كده، يا اما الاستاذة مراته اللي بتحبه وبتعشق التراب اللي مشى عليه وكانت بتقعد تحت رجليه وهو كان دايما بيدعي لها تطلب بكده عشان تبرأ ذمتها. بس واحدة استحملت كل ده واستحملت اتهامها ان هي فرطت في عضو من اعضاء صديق عمرها وحبيبها وصاحب عشرتها وما قابلش ان تستغرق جثمانه. عايزين نقول ايه؟ الدعاية يا وسام فجأة بعد كلام مروة بنت مبارك الناس كلها تعرف قصته. وفجأة بصوا، انا عايزة يعني رتبوا معايا الصدف، ان بعد كده نكتشف ان هو كان عنده سرطان في المستقيم، تمام، وان هو جه مصر وساب البلاد الخارجية اللي هي فيها، وده مش تقليلا من الاطباء في مصر ولا الكلام ده، وساب الاجهزة المتطورة والحاجات اللي هي احسن من هنا بكتير، وجي في بلده بكتير وجي يعملها في مصر. تقدروا تقولوا لي ده كلام مقنع؟ تمام. في نفس سبحان الله، في نفس وقت لما كان شيكا بيعمل العمليه وتعبان، وفجاه بعد ما يسافر على بلده الاقيه طالع لايف ماشي مع هبه ترك بيطمنها عليه وبيقول لها ما تقلقيش، تمام، الامور كلها كويسه وانا كويس ورجعت بلدي. وفي لايف تاني يقول لها انا هبعتلك فلوس، جوزها بيموت على فراش الموت، بيقول لها انا هبعتلك فلوس، الفلوس دي عشان تجيبي بيها هدوم وتصرفي على اهلك، ركزوا في الكلمه دي، على اهلك، ودي ملهاش اي علاقه بعلاج ابراهيم شيكا. يعني هو جوزها بيموت وهو بيقول لها انا عايزك تدلعي العيال وتاخدي بالك من نفسك وتجيبي لهم هدوم العيد وتصرفي على اهلك وتجيبي لهم هدوم وتشغليش بالك باي حاجه. كل دي صدف صح؟ الكلام بس يطلع هوبا يظهر وسام يوسف، هوبا هو عنده برضه سرطان في المستقيم نفس مرض ابراهيم شيكا، ويسيب بلاد الخليج والامارات وممكن يعمل العمليه في بلد اوروبيه اصلا لان هو معاه فلوس، لا يجي يعملها في مصر ام الدنيا. مش منطقيه. هستكفى بهذا القدر لان احنا اتاخرنا قوي، احنا ما بنعملش فيديوهات طويله، تمام. هستنى رايكم يهمني في الاسئله اللي انا سالتها. هل لو زوج حد مريض هياخد بدل الفلوس يعالجوا بيها ويأمن له كذا جلسة كيماوي بالفلوس اللي معاه، ولا هيروح يشتري لهم مقابر وهو لسه على كده الحياة؟ هستنى رأيكم، واستنوني في حلقات تانية وقضايا تانية على قناة العربة. شكرا لكم.